السلام عليكم ومساء الفل، يا رب تكونوا بخير. الاسبوع اللي فات انا نزلت بوست على لينكد ان وعلى تيليجرام ان انا هعمل تحدي جديد اسمه مو ارت تشالنج. هتحدى فيه المصممين ان احنا نعمل بريف جديد هشارك فيه ضد المصممين، فهم هينفذوا بطرق اكيد مختلفه وانا كمان هنفذ بطريقه مختلفه، وهنعمل شرح للفيديو اللي انا شغال عليه، وبعد كده هنعمل تحليل للتصميمات اللي هم عملوها. لو اول مره تشوفني، انا محمد فرج، ارت دايركتور خبره اكتر من 12 سنه في مجال تصميم الجرافيك، ودي قناتي قناه مو ارت. بنزل عليها كورس كتير قوي وحاجات كتير ممتعه. اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا. مو ارت تشالنج هو عباره عن تحدي بيشجع عدد كبير جدا من المصممين ان هم يشاركوا في تنفيذ تصميمات مختلفه في مجالات مختلفه، علشان يساعدهم ان هم يبنوا بورتفوليو كويس، وكمان يساعدهم ان هم يشاركوا في كذا مجال، ما يبقاش بس مثلا مقتصر على حته البرودكت زي العصاير او الشيبس او الكلام ده، لا، والسندوتشات، لا، كمان احنا هنشارك في كذا حاجه، ريل استيت، هنشارك في ميديكال، هنشارك في اوتوموتيف، هنشارك في مجالات كتير جدا. وده هيساعدك ان انت تعمل بورتفوليو قوي سواء انت ميد ليفل او جونيور. علشان تشارك بقى في التحدي ده هتعمل ايه؟ انت هتخش عندي على قناه التليجرام اللي هتشوفها عندك على الشاشه، وهتلاقيها كمان في صندوق الوصف. هتلاقيني بنزل كل خميس بالليل بريف جديد. البريف ده بشرح فيه هنعمل ايه في التصميم، بنزل لك كمان مجموعه من الاستوكات اللي هتساعدك انك تعمل التصميم ده، وبدي لك زي بريف كده او جرين لايت، وانت تعيش بقى في حته الدايركشن دي علشان تطلع لنا حاجه من خيالك انت ومن ابداعك انت. بعد كده انا بعمل فيديو بصور فيه البروسيس بتاعت الشغل على نفس التصميم، وبتحدى فيه المصممين التانيين، وكمان بعد كده بعمل تحليل للتصميمات بتاعتهم. السلسله دي ان شاء الله هتكون مستمره بسبب دعمكم، يعني لو انتوا عايزين السلسله دي تكمل ادعموني واشتركوا في القناه، ويعني خلي في تفاعل كده معايا، وكمان شاركوا في التحدي علشان اقدر ان انا اكمل السلسله دي معاكم. تعالوا بقى نبدا بالتصميم وبعد كده نشوف التحليل. اول حاجه طبعا هعملها ان انا هفتح مقاس جديد 1200 في 1200 ريزولوشن 300، وهعمل التصميم من تو ستوك. تعالوا نشوف التصميم انا هطلعه ازاي. تعالوا نشوف التصميم هطلعه ازاي. اول حاجه عندي الهيرو، طبعا هيكون البرودكت علشان انا عايز اعمل له الاعلان، وعندي بعد كده الشيبس دي العنصر المساعد بتاعي اللي هستخدمه جوه التصميم. طيب خليني كده في البدايه قبل ما اشتغل على اي حاجه اعمل كده زي دامي سكتش، اشوف انا ممكن اوظف التصميم ده ازاي. وده طبعا مستحب سواء هتعمله مثلا لو معاك تابلت او حتى على ورقه. ليه؟ علشان ده هيخليك تشتغل اسرع وانت بتشتغل جوه التصميم. تعالى كده نشوف مثلا لو انا هحط البرودكت بتاعي، فانا التصميم مثلا ممكن اعمل البرودكت بتاعي شكله عامل ازاي. فهقول ان ده شكل الشيبسي. طبعا مش لازم تعمل كل حاجه بدقه، انت بتعمل يدوب دامي سكتش. لو وظفته هنا مثلا ممكن اميله سنه بسيطه، واشوف مثلا توزيعه الشيبس بتاعي هتبقى عامله ازاي. ممكن مثلا اجيب قطعه هنا، ومثلا في المقدمة هنا واحدة، ممكن احط هنا واحدة، تمام، هنا واحدة كده، ممكن ايه داير ما يدور على حسب، يعني هنشوف بعد كده برضو في التصميم هيبقى عامل ازاي. وبعد كده ممكن اعمل مثلا قطع شيبسي تكون حوالين برضو الموضوع، بس تكون كبيرة شوية وتكون مثلا بلور او فيدد. وممكن بعد كده احط التيبوجرافي بتاعي هنا اللي هو سناك تايم، وممكن احطه تحت على حسب بقى ايه المود بتاعي او التصميم هيبقى ظاهر ازاي. تمام، انت كده بتعمل رؤيه ليك مبدئيه انت هتشتغل على ايه. طيب خليني الاول اجهز البرودكت بتاعي. فعايز اقصه، طبعا لو عايز تقصه باسرع اداه فانت كل اللي عليك انك تعمل ايه، كل اللي عليك انك تقف على الجزء ده كده وتجيب السلكت تول وتختار حاجه اسمها سلكت سبجكت، فهو بيعمل سلكت. طيب هو هنا عمل لك سيلكت، لو شايفين هو دقيق طبعا في حته السيلكت بتاعه، في حاجات ممكن ما يكونش خدها معاه، فانا عايز اخد الحاجات اللي هو ما خدهاش، زي مثلا الجزء بتاع اللي هنا ده اللي عند الملح، فهجيب الكويك سيلكشن تول معايا اللي هي العامل المساعد، واعمل كده عشان اخد دول معايا. نفس الكلام هدوس كده بالظبط بطريقه كده بسيطه خالص عشان كل الاجزاء دي تتاخد معايا. طيب بعد ما عملت كده هعمل ايه تاني؟ قبل ما اعمل اي حاجه وانا عامل سيلكت هختار من سيلكت موديفاي كونتراكت. ليه هعمل الحركه دي وهعمل على 1 بكسل؟ عشان هقول لك. شوف هو لما عملت ال1 بكسل ده ايه اللي حصل؟ هو نقل السيلكت لحته اللي جوه، علشان لو في طرف مثلا في ابيض او ما اتاخدش كويس فهو الطرف ده
ما يبقاش معايا في التصميم، ما يبقاش التصميم عارف الايدجز اللي بتبقى بيضه دي ما تبقاش متظبطه عندي. فبعد كده طبعا هحول الفايل ده سمارت اوبجكت الاول، وبعد كده هعمل له ماسك. يبقى انا كده قصيت الايه البرودكت بتاعي. عشان اتاكد برضو ممكن اعمل من هنا سوليد كلر واخليه على اللون الاسود، واخلي اللاير ده تحت اللاير الاساسي، واشوف الايدجز بتاعتي عامله ازاي. شايفين جامده جدا طبعا، مفيش اي حاجه فيها بيضه اتاخدت معايا. فكده انا اقدر اشتغل على البرودكت وانا مستريح. هاخد البرودكت بتاعي احطه جوه التصميم. طبعا ممكن استخدم الجايدز من فيو، نعمل جايدز لاي اوت نيو جايد اللي هي تقسمها لي. انا بفضل طبعا وانا بستخدم اي تصميم في البدايه بحدد اللون الشورت او حسب انا هشتغل مثلا على انهي كومبوزيشن، عشان عارفين طبعا الكومبوزيشن انواع، وفي حلقه انا كنت اتكلمت فيها عن انواع الكومبوزيشن كلها عامله ازاي. بس انا بفضل ان انا اعمل جريد كده علشان اشوف الابعاد بتاعتي هتبقى عامله ازاي جوه التصميم، عشان يبقى اليمين متساوي الفراغ قد الكتله اللي موجوده عندي جوه. فهدوس كنترول تي وهصغر البرودكت بتاعي واشوف مثلا انا عايز اخلي حجمه عامل ازاي. فطبعا ايه ممكن اما اديله سنه ميل كده بسيطه بالشكل ده، واخليه عندي هنا، واشوف مثلا الاطراف يعني ممكن اجيبه سنه يمين شويه عشان يبقى مظبوط عندي. نشتغل بعد كده على الباك جراوند. انا عايز روح الباك جراوند، انا عايز التصميم ده من الاخر اعمله بتو ستوك دول اللي هو البرودكت والشيبسي، وكمان استخدم الباك جراوند من لون ايه البرودكت عشان يبقى روحه موجوده في التصميم. طيب هنيجي عند الباك جراوند هنا، هختار اول حاجه هعملها سوليد كلر، ونختار مثلا اللون الاخضر ده، ونيجي نفتح الدرجه بتاعتي، مش عايزها غامقه. تمام. طبعا ممكن اعمل الدرجه دي لطيفه بالنسبه لي، وهاجي من تحت كده من هنا برضو هختار من الادجستمنت جراديانت، ومن الجراديانت هختار ان هي تبقى لاينر عادي، واجي هنا مثلا تبقى اختار الاوبشن اللي هو بيبقى نازل على فيدد ده، لو مش لاقيه في البيزكس بتخش على الجزء ده، واختار اللون الاصفر من هنا زي ما انتم شايفين كده اهو. بختار اللون الاصفر بتاعي، وممكن كمان ابدا ان انا ايه افيد اللون ده او اختار لون خف شويه، مفيش اي مشكله. طيب ممكن كمان اللون اللي هنا ده اخففه شويه كمان لو حاسس ان هو تقيل شويه، يعني عادي مفيش مشكله ان انا ايه العب في الحته دي. انا بالنسبه لي اللون ده كويس جدا. طيب تعالى بقى نلعب في البرودكت نفسه، يعني نكون التصميم بتاعنا ونشوف الشيبس ممكن نحطه فين. زي ما اتفقنا انا هنا عامل ضم سكتش كده، فممكن ان انا ايه امشي وراه واشوف انا كنت عايز احط شيبسي هنا او هنا، فنختار ونقص الشيبسي. بفضل طبعا في القص يعني، ودي حته كده من الاسرار برضو اللي انا بشتغلها، ان انا اقص مره واحده الحاجات اللي انا عايزها. وخد بالك من الحركه اللي انا هعملها في القص دي برضو انا شرحتها قبل كده، بس هقولها لك تاني لزياده التاكيد. طبعا الاي اي سهل علينا كتير في حته الايه الاوبجكت سelection، فبختار الاوبجكت سelection تول. لو انت شغال على فيرجن 24 فهتلاقي التولز دي موجوده معاك. ونقص مثلا قطع الشيبسي اللي انا هستخدمها. طبعا انا عندي كذا حاجه انا اختار منها الفاتح، فهدوس على الجزء ده كده. وطبعا قبل ما اخد سيلكت خد بالك من حاجه، ان هو الايدجز بتاعته ايه مش مظبوطه، فعشان تتظبط بعمل ايه يا جماعه؟ باجي عند سيلكت وبختار موديفاي وبعمل كونتراكت وبدوس على واحد وادوس انتر، وبعد كده بعمل كليك يمين ولاير في كوبي. فانا خدت خلاص قطعه الشيبسي دي، شايفينها اهي الايدجز بتاعتها ايه لطيفه. واجي هنا اخليها ايه سمارت اوبجكت عشان وانا بصغر او اكبر افضل محافظ على السكيل بتاعها. واجي برضو من هنا اختار انواع الشيبسي اللي هاخدها، هاخد برضو الجزء ده فادوس عليه سيلكت. نفس الحركه طبعا هكرر بقى بعد كده موديفاي كونتراكت وندوس واحد ونعمل ايه لاير في كوبي وسمارت اوبجكت. نفس الكلام بعد كده بقى هكرره على كل القطع اللي انا هاخدها، يعني انا هختار بقى ايه القطع اللي انا عايزها وهبدا ان انا اعمل فيها نفس الحركه دي. ممكن مره واحده عشان ما تزهقش تدوس على الشيفت او هنا الاد وتختار مثلا الاجزاء دي مع بعض. مثلا انا ممكن اختار ايه تاني، اعتقد اني 1 2 3 4 5 ممكن اختار واحده اخيره. اختار مثلا القطعه دي ومن سيلكت موديفاي كونتراكت ندوس واحد اوكي، وبعد كده نعمل لاير في كوبي. خد بالك ان دول بقى ايه تاخدوا كلهم مع بعض، فانا ممكن اشيل ده عشان اشوف الاجزاء دي، وطبعا هقصها بقى من بعض فعادي بالايه بالروت تول تمام اللي هي اللاسو تول، واقص بقى كل الحاجات دي مع بعض عشان تتاخد لوحدها. فاضل التلاتة دول ماشي.
كده فاضل واحده هنا. تمام، وكل بقى واحده فيهم اخليها طبعا سمارت اوبجكت علشان احافظ على السكيل بتاعها لو هنكبر او هنصغر جوه التصميم بتاعي. طبعا اتعود دايما على الحته دي، اوعى تشتغل بريسترايز لاير ابدا. تمام، انا كده اصبح عندي كل القطع اللي انا عايزها موجوده، ممكن عادي اخدها زي ما هي كده جوه التصميم بتاعي بالشكل ده، وابدا ان انا اوظفها بقى، اشوف انا عايز احطها فين. فعلى سبيل المثال اختار مثلا القطعه اللطيفه دي، الفها مثلا بالشكل ده كده. كده بالنسبه لي الدنيا بدات تبقى الطف. تعالوا بقى نعمل الشادوهات. يعني مثلا انا هنا هيبقى مصدر الاضاءه عندي جاي برضو في الوش على البرودكت، وبرضو في مصدر اضاءه جاي من المنطقه دي. ممكن برضو احدد مصدر الاضاءه ده في الاخر خالص بعد ما اخلص عشان يبقى فوق كل اللايرات اللي موجوده عندي. تعالوا بعد كده بقى نظبط موضوع الشادوهات ده. خد بالك يعني الدرس ده فيه شويه حاجات كده وسيكرتس، يعني الناس والله بتديها بفلوس، فظبطنا بقى الكلام اللي انتوا عارفينه، كومنت شير لايك سبسكرايب. يعني يا ريت، يعني لو انت مش مشترك في القناه بصراحه عيب قوي يعني لغايه دلوقتي لو انت بتتفرج يعني. تمام، ممكن نعمل كده، ناخد منها كوبي ونعمل لها ريسترايز لاير، او نخليها زي ما هي لو عايز مفيش مشكله، ونخليها كليبنج ماسك كده الشيبسيه اللي تحت دي. الافضل يعني تكون ريسترايز لاير خلاص، ما عنديش اي مشكله فيها، عشان بس اديها لون اسود كده بالشكل ده. وبعد كده ابدا ان انا اخفف منها الفيل بتاعها، واخليها مثلا من فلتر بنعمل بلور، نعمل جاوجن بلور بحيث تبقى ايه فيها فيدد عشان ده ظل. تمام، هي مفروض عليها بالظبط. واعمل لها ماسك مثلا، وابدا ان انا بالايه عادي خالص بالتولز دي. طبعا الماسك لازم يبقى عندك على الاسود، تقعد بقى ايه تظبط انت الايدجز بتاعتك زي ما انت عايز ترجعها لورا كده مفيش مشكله. تمام، عايز تخففها تاني برضو مفيش اي مشكله خالص، بحيث ان انت تظبط الموضوع. اهم حاجه هنا يعني اكتفي تقريبا بالشادو اللي موجود هنا ده، عشان هنا يبقى في اضاءه، فممكن نعمل شادو بسيط تحت الشيبس دي برضو. فهاخد منها كوبي بكنترول جي اختصار، احطها فوق المنتج، وبعمل حاجه اسمها كليبنج ماسك اهي. بدوس الت وباجي في النص هنا، لو مش لاقيها بدوس كليك يمين وبختار كليبنج ماسك، كرييت كليبنج ماسك. وبعد كده بحولها طبعا ريسترايز لاير، والت باك سبيس او كنترول باك سبيس على حسب اللون اللي موجود هنا ايه، واخليها مثلا باللون الاسود كده. وزي ما انت عملنا في اللي فاتت فلتر برضه بلور جاوجن بلور بنفس الافكت يعني بنفس الدرجه. واقلل بقى شويه من الفيل بتاعي، ممكن مثلا ايه نخليها بالشكل ده كده. لو كل طبعا ما تبعدها هتحس بقى ان ايه كان مصدر اضاءه قوي، بس طبعا عشان هي في تلامس فما ينفعش، في تلامس قوي فما ينفعش ان انا ايه اخليها غامقه قوي، يعني قصدي اخليها كبيره قوي. ممكن بس اغمق سنه وخلاص، او افتح يعني خليها على 30 بالنسبه لي لطيفه جدا. طيب تعالوا بعد كده نعمل حاجه مهمه قوي اللي هي ريتاتش برودكت. تعالوا نشيل كل الجايدز دي ونيجي بقى للنقطه الاهم اللي هي بقى ايه نقطه زي ما بيقولوا بفلوس السيكريتس، يعني ريتاتش المنتجات. هنعمل ايه عشان نظبط البرودكت ده ونخليه الكواليتي بتاعته عاليه قوي؟ اول حاجه اعملها من فلتر، هنروح لفلتر كاميرا رو، وبعد كده طبعا انت لو دوست على اوتو هو بيجيب لك الكالر زي ما انتم شايفين كده، هو غمقها خالص. احنا مش هنعمل اي حاجه في التمبريتشر ولا التنت ولا الفايبرنس، احنا بس هنعلي الساتوريشن سنه بسيطه، يعني مثلا ممكن ايه على 4 5 كده. تمام، ونيجي تحت هنا عند الكالر جريدنج، ونيجي عند بقى الحته بتاعت الميد تون دي ونشوف احنا عايزين نظبطها. بص لو قللناها ايه اللي بيحصل. تمام، فاحنا ممكن ايه نزودها سنه او نقللها سنه بسيطه. نيجي عند الشادوهات، بص الشادوهات كلها ايه اللي بيحصل لو عملت كده هو بيضيع الشادوهات بيخفها قوي، لو رجعت كده هو بيغمقها. فانا هغمق الشادوهات سنه بسيطه. الهايلايت نفس الكلام برضو، لو قللت بيشيلها لو زودت بيعليها، فانا هخليها مثلا بالطريقه دي كده.
طبعا كل برودكت بيفرق، ما ينفعش ان انا اقول لك ان دي نسبه ثابته، لا يعني ما ينفعش اقول لك مثلا دي على 5 دي على 6، لان للاسف في ناس بتعمل كده، بس ده خطا شائع يعني. ما ينفعش العب في نسب واقول لك ان ده تمام. ممكن في الاضاءات بقى الاكسبوجر شويه، يعني اسيبه زي ما هو. كونتراست ازود سنه بسيطه خالص. هايلايت لو عايز تزود زود، مفيش اي مشكله، عشان برضو ايه البرودكت بتاعك. شادو ممكن نقلل سنه عشان يبان معانا. الابيض في التصميم بلاكس، يعني ممكن نعملها كده. وبعد كده نعمل ايه؟ ممكن نشوف الكالر ميكسر لو عايز تزود الوان. انت عندك في الاصفر لو عايز تزوده سنه مفيش مشكله. اورنجات، نجيب الجرين مثلا نتقله سنه بسيطه خالص، وبعد كده ندوس اوكي. بص الفرق بين قبل وبعد لو عملنا كده او كده، تلاقي تحس الموضوع كان باهت وبدا ان هو ايه يتظبط اكتر. طبعا مع بقى الاضاءات الموضوع هيبان احسن. تعالوا نظبط الاضاءه. اول حاجه اعملها في الاضاءه طبعا ان انا هعمل من احنا اي اضاءه بنعملها طبعا ادجستمنت على طول معروفه. الناس اللي خدت معايا كورس الادفرتايزنج عارفين القصه دي. طبعا الكورس هتلاقوه موجود برضو على القناه لو دخلته في البلاي ليست. نخش على الكيرف ونعمل كليبنج ماسك. طبعا خد بالك انت ايه لما شلنا الكليبنج ماسك اللي فوق بيتشال. طيب نيجي هنا عند الكيرف، تمام، ونعمل دبل كليك هنا كده، ونبدا بالاضاءات مش الشادوهات. نعلي شويه حلوين كده، وبعد كده نيجي عند الابيض هنا ندوس ايه الت باك سبيس. طبعا الت وكنترول على حسب ايه الاسود فين والابيض فين عشان نشيله خالص. وبعد كده نجيب البراش بتاعتي، طبعا اقلل الهاردنس بتاعتي خالص، والسايز اظبطه ما خلوش عالي عشان دي اضاءات بعد كده انا هظبطها. ونيجي بقى بالابيض، يعني شوف انت هي اسود هنا، فانت هتجيب الابيض على الباك جراوند وتيجي بقى ترسم الاضاءه بتاعتك. يعني دي مهمه قوي. ممكن الفلو بتاعي اعليه شويه لو عندك قليل، تمام. واجي من هنا مثلا ارسم اضاءه كده لطيفه على الشيبسي عشان الاضاءات تبان عندي. طبعا الحته دي بقى مهمه قوي، دي اللي بتطلع التصميم خطير. لو عايز تعلي في الفلو مفيش مشكله، عايز تخليه 100% عادي برضو، تمام. ممكن بقى في حته هنا في كسره موجوده هنا مثلا، في حته هنا كده. كل ده بعد كده ايه بيتظبط عامه. ممكن لو عايز تدي حته برضو هنا مفيش اي مشكله خالص. وبعد ما عملنا كده من فلتر بلير بنختار ايه جاوجن بلير، ونزود بقى شويه عشان نفيد كل الكلام اللي احنا عملناه ده. تحس ان الدنيا بدات ايه تتظبط سنه. ماشي لسه يا جماعه. طيب هعمل ايه تاني؟ هختار برضو الكيرف واختار نفس الموضوع، هعلي الاضاءه بتاعتي برضو اكتر شويه، ماشي. وهاجي هنا هعمل ايه الت باك سبيس او كنترول باك سبيس على حسب انت مختار ايه. وطبعا هرسم تاني جزء اضاءه، هكبر شويه وهرسم على الاطراف اللي موجوده هنا دي كده، عشان عايز الاضاءه بتاعت ايه الشيبسي دي تنور عندي. من الادج دي كلها عايزها تنور بعد كده. لو انت مهتم تتعلم جرافيك صح، فانا عملت لك كورس تصميم اعلانات مجاني على القناه، هتلاقيه في بلاي ليست منفصله بالترتيب. الكورس ممنهج هيوصلك وهينقل مستواك من مبتدئ لمحترف علشان تبني تصميم ما فيهوش غلطه، وبشكل عملي خطوه خطوه لغايه ما توصل لطريق الاحتراف. كل الشغل هيبقى عملي وهنشرح اجزاء نظري علشان تكون ملم بكل النقاط وتطلع تصميم ناجح. كمان هتابع معاك على قناه التليجرام علشان لو في اي حاجه وقفت قدامك، وعلشان نقيم شغلك بعد تطبيق كل درس. كمان هتلاقي على القناه فيديوهات هتفيدك جدا في مجال تصميم الجرافيك. كمان لو دخلت على قائمه التشغيل هتلاقي فيه كورسز كتير مجانيه تقدر تستفاد منها بشكل مجاني على القناه. تمام. ممكن لو عايز تعلي الاضاءه بتاعتك اكتر مفيش مشكله، علي. ونيجي هنا برضو نعمل ايه فلتر بلور جاوجن بلور. تمام جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنختار من الكيرف برضو هنعمل اضاءة تانية، وهنعلي الاضاءة شوية حلوين، والت باك سبيس او كنترول على حسب. وهنيجي برضو ايه نصغر بقى اكتر
ماشي البراش بتاعتي، ونمشي كده بطريقه بسيطه خالص على الاجزاء اللي عايزها بقى ايه تعيد عليها تاني كاضاءه. تمام. طبعا انت لو معاك جرافيك تابلت الموضوع هيبقى بالنسبه لك اسهل بكتير، لان انت بترسم شكل كل ساعات الاضاءات اللي موجوده عندك في التصميم بتاعك، فالموضوع هيفرق معاك جامد جدا يعني. طبعا يعني ان شاء الله انا قريب هعمل لكم حلقه لو عايزين اتكلم عن موضوع الجرافيك تابلت ده قولوا لي وانا هظبط لكم الموضوع. تعالوا بقى نكبر كده. انا عايز اوريكم بس شكل الاضاءه بقى عامل ازاي لما بنزود بقى. بصي هي اصلا كانت عامله كده، نبدا نزود كده ماشي، ونشيلها ونشوف التاثير بتاعها عامل ازاي. بصوا برضو من غير كل الاضاءات اللي احنا عملناها دي الموضوع عامل ازاي، وبصوا بقى عامل ازاي، عشان تعرف ان كل ما انت تهتم بالتصميم اكتر بيطلع معاك الكواليتي احسن. هنعمل جزء اخير في الاضاءه برضو من الادجستمنت كيرف، ونعلي الاضاءه كده برضو للاخر، ونعمل الت باك سبيس، وهنيجي في النص بس هنكبر البراش شويه حلوين، وهنعمل لسعه اضاءه كبيره كده قويه عشان البرودكت بتاعي. وهنيجي من الفلتر بلور جوجن بلور، وعايز ان انا ازود لسعه الاضاءه دي شويه كأن في كده سوفت لايت متسلط على الشيبس من المنطقه دي. وطبعا لو عايز برضو تكبره تاني ممكن من فلتر بلور جوجن بلور وتعمل الشكل ده كده. لطيف جدا. طيب نيجي بعد كده بقى نعمل جزء الشادوهات عشان الدنيا بتاعتي تتظبط. نيجي هنا نختار الكيرف ونعكس بقى، يعني احنا كنا بنفتح، لا هنا هنغمق، ننزل نغمق كده، بس طبعا مش بطريقه تقيله عشان الموضوع فيه اضاءات كتير، فمش عايزين نتقل اكتر حاجه الشادوهات. والفلو بتاعي يستحسن نقلله شويه، ونيجي هنا كده نغمق الاجزاء اللي موجوده هنا دي تحت ومن الاطراف. شوف انا مكبر البرش ازاي، عشان انت مش مستاهل ان انت بقى ايه تعمل، لو عايز تعمل هنا حته بسيطه مفيش مشكله في الكسرات دي عادي جدا، عايز تكبر اكتر عادي برضو ماشي. و اهو نيجي نفس الكلام نعمل برضو كيرف ونقلل الت باكس. طبعا انتوا خلاص حفظتوا الحته دي، فبعد كده بقى عايزكم تبدعوا، عايزكم تقولوا ان احنا ايه اتعلمنا حاجه جامده من مو ارت، ان احنا نهتم بالتفاصيل بتاعه المنتج اللي احنا بنشتغل عليه. تمام تمام جدا. تعالوا بقى نعمل اضاءه لطيفه قوي على الاطراف، ودي هتظبط جدا الموضوع. بس قبل ده كله اوفر اول بقى تعالوا ايه نعمل كده حاجه من هنا، نختار البرايتنس كونتراست. بس تعالوا نشوف التصميم عشان نشوف احنا هنعمل ايه، ونعلي البرايتنس. شوف لو عليناها سنه بسيطه برضه مش عايزين نعلي قوي، ونيجي في الكونتراست كده، يعني ممكن لو شوفها لو قللت او عليت. طبعا احنا مش هنعلي عشان برضه الالوان ما تبقاش قويه، احنا ممكن نقلل سنه بسيطه كونتراست ونسيب الاضاءات هي اللي اعلى حاجه عندي. ونختار بعد كده ممكن ايه تاني، ممكن عندي من خلوها كده ماشي. طبعا لو عايز تهتم برضو بالشيبسي ممكن مفيش مشكله ان انت هنا تعمل بقى سنه شادو على سنه لايتس، بس ايه انا سايبها لكم بقى دي، لو عايزين تعملوها اعملوها براحتكم خالص. يعني مفيش مشكله لو انت جيت عند قطعه الشيبسي دي عشان هيبقى في اضاءه قويه جايه من هنا، تختار برضو الكيرف وتعمل كده وتعلي الاضاءه بتاعتك مثلا، وبرضو الت او باك سبيس على حسب اللون اللي فوق هنا عامل ازاي، وتيجي بالبراش تول بتاعتك وتصغر كده تمام، وتيجي ايه عند الجزء ده تعمل الحركه دي. هنا كان في اضاءه هنا قويه اهو، بص الفرق. طيب انا بس عملت لك واحده، وانت بعد كده لو عايز تكرر على كله مفيش اي مشكله خالص. طبعا لو انت عايز تطبق على التاسك ده هتلاقوا اللينك بتاع برضه تطبيق الدرس، يعني بتاع الاستوكات اقصد، علشان تطبق بعد مني لو انت لسه ما شاركتش في التحدي بتاعنا. هنيجي بعد كده نعمل الاضاءه الاخيره. هنعمل لاير عادي خالص فاضي، وهنختار لون بس طبعا مش ابيض تمام، هنختار لون من الالوان اللي هي موجوده في الشيبس. هنختار مثلا اللون ده كده، وهنيجي نرسم الاضاءه بتاعتي. طبعا احنا بنرسم على الايدجز فبنصغر خالص، وليك بقى الحريه ان انت تدوس على حرف الار كده كانك بترسم بالظبط، للناس اللي هي معاها جرافيك تابلت فبترسم، او معكش فانت هتعرف هترسم ازاي.
نيجي هنا من الاطراف نمشي خالص بطريقه كده بسيطه. طبعا اللاير ده مش هيبقى فوق الشيبسي، اللاير ده لازم اخليه، انا عايز طبعا الجنب ده يبقى هو اكتر حاجه عليه اضاءه، فانا بمشي على الاطراف بتاعته زي ما انتم شايفين كده. اهتمامك بتفصيلة كل حاجة، وكل ما تدي التصميم اكتر كل ما ايه يعني يطلع معاك افضل. حاول ما تستعجلش، يعني شوف انت هتعمل ايه، اعمل جايد ليك في الاول، حاول تلعب في بالاستوكات قبل ما تشتغل، اعمل كل ده. طيب انا كده عملتها، هنيجي هنا طبعا من الفلتر هنكررها الاول، وهنخفي واحده، وهنيجي عند واحده نعمل فلتر بلير جوشن بلير. بص هي لعبه الاضاءات دايما كده، هتلاقيها بلير جوشن بلير كده، ونيجي طبعا عشان شايفين بقى ايه تنور تبقى جلوي كده، ونقلل اوباستي شويه، مش عايزينها برضو ايه تبقى اوفر. وكمان لو عايز تزود من هنا كده وفلتر بلور، ونخليها جوجن بلور، ونخليها دي بقى بلور اكتر، تمام. ولو عايز تقلل منها برضو مفيش اي مشكله، بحيث بقى يبقى فيه هايلايت اكتر على البرودكت نفسه. هنيجي بعد كده على كل قطع الشيبسي اللي انا عملتها، يعني ادي في قطعه اهي، بتهيألي كل دي قطع الشيبسي اللي احنا عملناها، تمام. هناخدها كلها كده الت وكنترول تي، هلفهم عكس الشيبسي اللي انا عملته، وهنيجي من بعيد كده نكبر، شوف بقى ايه عايزين نظهرهم ازاي او نعملهم ازاي. وهنيجي هنا نعمل ايه، خليهم سمارت، يعني خليهم الاول سمارت اوبجكت، ونيجي هنا نعمل فلتر بلير جوجن بلير بالشكل ده كده، عشان يبقى فيه منظور شويه في الموضوع. ولو عايز تجيب من الادجستمنت تعمل حاجه اسمها اكسبوجر، تقلل الاضاءه شويه، مفيش مشكله، بحيث يبقى ايه ده برضو اوت اوف فوكس سنه كتصميم. وبرضو ممكن فوق خالص من الادجستمنت نختار الجراديانت، ونختار ان انا عايز اخليها راديال مثلا، واخلي مصدر الاضاءه عندي موجود من المنطقه دي كده، ماشي. واقلل خالص مفيش اي مشكله. وبعد كده طبعا نكتب بقى التيبوجرافي بتاعي بطريقه عاديه جدا لغايه لما نوصل للفاينل ديزاين. طبعا ده الفاينل ديزاين النهائي اللي احنا وصلنا له بعد ما قعدنا نظبط، وكمان صغرنا شويه البرودكت، وكتبنا التيبوجرافي، وغيرنا شويه من العناصر اللي موجوده جوه التصميم، زي مثلا الشيبسي نقلنا حته يمين حته شمال عشان نظبط التصميم. طبعا انت ليك الحريه ان انت تشتغل في التصميم زي ما انت عايز، بس اهم حاجه تاخد بالك وتهتم كويس جدا بتفاصيل كل تصميم انت بتشتغل عليه. معانا اول ديزاين وهو لزياد محمد. زياد محمد عمل ديزاين لطيف، سناك تايم، حاطط المود في حتة ان هو في ناس بتتفرج على فيلم او بتتفرج على مثلا ده تقريبا امريكان فوتبول، وحاطط الباك كانهم مثلا ايه بيتسلوا بيها وقت المباراة او حاجة زي كده. الفكرة لطيفة قوي يا زياد، بس في كام كومنت كده هقول لك عليهم. اولا فاميلي سايز دي ممكن تشيلها، يعني ما ملهاش لازمه ان انت تحطها هنا، هي خلاص مكتوبه على الباك. ممكن كمان الباك بتاعتك ان انت تظهرها كلها، بلاش تقطعها، انت كده زي ما تكون ايه قطعت تكوين الباك نفسه. فالافضل ان انت تظهرها كلها تخليها موجوده، او حتى مثلا لو يعني كنت عايز تصغرها تحطها على الترابيزه، او عايز تخليها هي المين هيرو بتاعك، ممكن مفيش مشكله ان انت تخليها بس تبان من الاطراف بتاعتها في المنطقه دي، وتقسم التصميم مثلا تخلي فيه جزء عندك في الباك، وفي جزء مثلا يبقى فيه الجزء التاني جزء فيه الباك وتصغره شويه، وجزء تاني تحط فيه التيبوجرافي. بالنسبه للتيبوجرافي فانا عندي برضو تعديل شويه، ان الستروك عندك عالي قوي. ممكن لو كنت اكتفيت ان انت مثلا تكتب سناك تايم من غير ستروك كان هيبقى الموضوع الطف بكتير، وتخليها مثلا باللون الابيض عشان تبقى واضحه اكتر. عندي برضو تعليق تاني بالنسبه للون الاخضر، فهو طاغي قوي على الديزاين ورا هنا، يعني المود عندك اخضر قوي جرين. فعايز اقول لك ان الاخضر برضو يعني لون تحسه بتاع كيميكالز قوي، اكنك مثلا داخل مختبر او كده.
ف او مرتبط بالزومبي، فانت ممكن مثلا ايه اللون الاخضر ده برضو تخففه اكتر او تشيله خالص وتخلي الصوره فيها حياه اكتر. لان خد بالك انا عارف انت مستخدم اللون ده عشان الباك عندك فيه اخضر واصفر، بس انت نسيت برضو ان في اصفر موجود عندك في الموضوع. ممكن تكون تعمله مثلا بجراديانت موجود من تحت. طيب نشوف اللي بعده معايا. في عمر جمال. عمر جمال الديزاين بتاعك حلو جدا، تسلم ايدك. لطيف قوي الكومبوزيشن بالنسبه لي. انا لما ببص على اي تصميم بشوف الكومبوزيشن بالنسبه لي عامل ازاي، فالكومبوزيشن بالنسبه لي جميل قوي. برضو الشيبسي الموشن ده لطيف جدا، برافو عليك. الاضاءات لطيفه قوي، هي طبعا قويه جدا، هي زي ما تكون ايه، عارف انت، هارش لايت مش سوفت، هي اضاءه عاليه قويه. فعجباني طبعا الاضاءه بتاعت الفيجوال ككل. عندنا مثلا التعليق الوحيد على الفيجوال بتاعك هو التيبوجرافي. يعني التيبوجرافي سناك تايم دي لو كنت مثلا تشيل في عندك هنا في تلات، انت مكررها على تلاتة ومديهم لون ايه، لون رمادي، لا خليها سناك تايم من غير ما تكررها وخليها بالابيض عادي. وممكن كمان تصغرها شويه مفيش مشكله، او يعني تكتبها بطريقه تانية وتبقى واخده الحته دي، وممكن تنقل الباك ناحيه الشمال شويه. اوفر اول تسلم ايدك. نشوف عندي ام ار ان. انا مش عارف اسمك ايه بصراحه على التليجرام، بس ظاهر لي الام ار ان. فهنقول لك يا ام بص الديزاين بتاعك لطيف برضو جدا. اللوجو يعني لو عايزين تحط لوجو بعد كده براحتكم، يعني از واش يعني مش مهم، يعني عايزين تحطوه مش عايزين براحتكم، كده كده عندي موجود في الباك. عندي الشيبس لطيف، توزيعته جميلة عجباني مش مضايقاني. عندي بس تعديل بسيط، لو اخدت بالك من القص الايدجز بتاعتك مثلا يعني عايزة تتظبط شوية. عشان تظبط الايدجز في القص انا هقول لك يعني لو رجعت للفيديو في الاول هتشوف انا قصيتها ازاي. يعني عملت لها ايه، عملت لها من سيلكت موديفاي كونتراكت علشان اقص الاطراف اللي حواليها زي ما عملنا في شرح الفيديو اللي انا عملته. بالنسبه للملح هو لطيف مفيش مشكله. البطاطس تحسها صغيره قوي عن اللازم. يعني ما كانش يعني عنصر مش مهم ان انت تضيفه في الديزاين، خلاص انت كده كده حطيت الشيبس، فمش لازم تضيف بقى الاوريجينال يعني اللي هو البطاطس اللي هو الحاجه الاساسيه اللي كونت الشيبسي. مفيش مشكله خالص انك تشيلها اصلا، وعايز تسيب الملح مفيش اي مشكله، والكومبوزيشن بتاعك لطيف تسلم ايدك. عندي كمان في مينا مجدي. مينا مجدي ده تقريبا اول تصميم يعمله، فبرافو اولا تسلم ايدك وبرافو عليك، وان شاء الله استمر وهتطلع شغل اجمد من كده بكتير. هقول لك بقى على كام حاجات كده تاخد بالك منها علشان وانت شغال. اولا خد بالك يعني الشادو ما بيتعملش كده، يعني ما تديش انا حاسس انت عملت شادو من الاف اكس اللي هي اوفرلاي، واخترت من بلندنج اوبشن هنا انك تعمل ايه شادو. فلا احنا ما بنعملش الشادو كده، او حتى لو قررتها ف والباك كمان كبيره جدا، وعندك برضو سناك تايم متوزعه بطريقه على الاطراف بحيث ان انا ما اخدش بالي منها. لا يعني خلي فيه تكوين. لو انت اتفرجت على كورس تصميم الاعلانات المجاني هتلاقيني عامل لك زي لازم يبقى فيه تكوين في التصميم، يبقى العنصر برضو موجود بطريقه لطيفه، ما يبقاش كبير اكبر من اللازم، فما يخلكش تقدر تحط حاجات او اوبجكت في التصميم بتاعك وفي نفس الوقت يعني ياخد عينك ككل. لا انا عايزه ياخد عيني بس بطريقه احلى، بطريقه افضل. فهتاخد بالك انك تصغر الباك شويتين ثلاثه. وكمان الشيبس خد بالك من حته الشادو دي تحس ان هي واقفه كده، فلا ما تديش شادو باوفرلاي، هي خليها احسن تكون طايره. ونفس الكلام الملح بعد كده ممكن تحطه قدام، تخليه ورا، عايز تستغنى عنه مفيش اي مشكله. اوفر اول تسلم ايدك، وان شاء الله المره الجايه هتعمل تصميمات احلى من دي كمان. اخر تصميم معايا الاسلام الابيض، تسلم ايدك يا اسلام. عاجبني فكره انك حطيت اللوجو بتاع الشيبسي اللي هو بتاع اودز ده، البنت على حرف السي، تسلم ايدك. عندي كمان حركه الشيبسي لطيفه، حتى الشادو انت بس كان ممكن ايه الشادو تخليها متحدده شويه عشان عندك الاضاءه قويه من هنا، فممكن تخلي تحت الشيبس هنا الاضاءه تكون اقوى. عندي كمان انا في حاجتين حاسسهم يعني ملهمش لازمه في الفيجوال بصراحه. الجزء ده اللي هو مش عارف ايه الشروط دي، وممكن الدوائر اللي تحت الشيبس. انا عارف ان انت ممكن تكون عايز تعمل زي موجة او حاجة، بس يعني دي لو احنا مثلا بنتكلم عن ميوزك او كده بحس ان هي تبقى الويف دي راكبة على الموضوع اكتر، فممكن تستغنى عنها خالص. يعني
هتلاقي التصميم افضل. واوفر اول تسلم ايديكم كلكم، وشكرا لكل اللي شارك في التاسك، ومستنيكم برضو انتوا الخمسه اللي شاركوا دول شاركوا معايا في الاوتوموتيف، علشان انا متاكد ان انتوا هتطلعوا شغل جامد جدا وقوي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تريكايه حابين نشرحها اكتبونا في كومنت.